لما ام واب عايشين على وجه الدنيا مش عايزين يسجلوني. بصوا يا جماعة، قصة النهاردة يعني بجد شاب متدمر دمار شامل. لما يكون شاب عنده حوالي 16 17 سنة، أمه وأبوه عايشين على وش الدنيا زي ما هو قال، ولغاية دلوقتي مش طلعوله شهادة ميلاد. معنى كده لا راح مدرسة ولا شاف أي حاجة، لأن طبعا مش ليه شهادة ميلاد. الشاب طلع على التواصل الاجتماعي عامل بلاغ للنائب العام في أمه وأبوه إن هما مش راضيين يسجلوه ولا راضيين يطلعوا له شهادة ميلاد. طب شاب زي ده عنده 16 17 سنة وأبوك وأمك عايشين، ازاي هما ما سجلوهوش لغاية دلوقتي؟ وهو واقف دلوقتي في التواصل الاجتماعي وعمال يقول انا قدمت عملت بلاغ للنائب العام، الحقني يا سيادة الرئيس، انا شاب بموت، كل يوم بموت ومتدمر علشان خاطر مش ليه شهادة ميلاد ومش لأي حاجة. معنى كده ان هو ما اتعلمش، ما راحش، ما خدش تطعيمات، ما خدش كل دوت. يعني طبعا انتوا عارفين يعني ايه الواحد مش يبقى ليه شهادة ميلاد، يعني اتحرم من كل حقوقه في الدولة. يعني هو دلوقتي يعتبر ان هو اصلا يعني هو عايش في الدولة لكن مش محروم من كل حاجة، يعني مش ليه اي حاجة في الدولة، يعني ملهوش اي حاجة. ايه اللي يثبت ان هو عايش اصلا على وش الارض؟ يعني ايه اللي يثبت؟ حتى لو قدر الله لو مات ولا جرى له حاجه ما يطلعلوش شهاده وفاه ولا حد يعرف هو مين. طب ليه الام والاب عملوا كده؟ يا ريت يا جماعه اللي يشوفوا الفيديو دوت ينشره عشان الولد دوت ياخد حقه بصراحه يعني.